في ناس بالنسبة لهم عزومة رمضان مش بس تجمعات مليانة بهجة وفرحة، ده اختبار صعب قوي، اختبار محتاج مذاكرة وتدريب، حاجة كده أشبه بالسجن اللي لازم هيقعد فيه 6-7 ساعات في خوف وتوتر لحد ما يروح. ودي مش قصة خيالية ولا أفورة زيادة، دي قصة آلاف منهم عمر اللي قصته بيمر بيها ناس كتير. النهاردة هنتكلم عن السوشيال انكزايتي. القصة بتبدأ بصوت مامة عمر وهي بتنادي: يلا يا عمر اتأخرنا، كلهم وصلوا. فيرد بسرعة: جاي اهو يا ماما بلبس التيشيرت. لكن الحقيقة عمر كان جاهز من بدري، بس واقف قدام المراية بقاله ساعتين بيتمرن هيسلم ازاي وازاي هيعدي اليوم من غير ما حد يبص له بصة غريبة. أول ما دخل والكل بص عليه حس إن الأكسجين خلص من الأوضة، مش قادر يقول كلمة، خايف طول القعدة. أي ضحكة في المكان يحسها عليه، أي حد يكلمه يرد في أضيق الحدود ويرجع يهرب في موبايله كأنه طوق النجاة الوحيد. وهنا السؤال: هو ليه عمر شايف إن هو في محكمة وإن الكل هيحكم عليه؟ ليه مش شايفه مجرد تجمع عائلي وهيعدي؟ لأن الحقيقة عمر عنده اضطراب القلق الاجتماعي. فلو بتحس زي عمر إنك بتراجع كل كلمة قبل ما تقولها، بتخاف إن الناس تلاحظ توترك، عايز تتجنب العزومات، يبقى أنت هنا محتاج حل. لكن في الأول لازم تعرف إن الناس مش مركزين معاك، أنت اللي مركز مع نفسك بزيادة. دماغك شغالة على وضع إنك في خطر دائم، ولازم تعمل 1000 حساب لخطوتك اللي جاية. وده ممكن يكون نتيجة جرح قديم حصل لك، زي التنمر على حاجة فيك أو رفض من حد بتحبه. في DSM-5 سوشيال انكزايتي هو خوف شديد من التقييم أو الإحراج، بيخلي الجسم يدخل فايت. نتيجته بتبقى زيادة في ضربات القلب، بتعرق، ترتبك، تتجنب. وده مش ضعف على فكرة، انت بس نظام الحماية عندك حساس بزيادة. طيب نحل ده ازاي؟ هقولك على 3 أسلحة تدمر بيهم الخوف والتوتر. السلاح الأول: قاعدة 60 ثانية. أول ما تدخل أي تجمع سلم واسأل سؤال محفوظ: عامل إيه وإيه الأخبار الفترة دي؟ كده أنت كسرت أول حاجز الرهبة. السلاح التاني: اختار كرسي اقعد عليه 10 دقايق كاملين من غير ما تتحرك، وممنوع موبايل وممنوع هروب، عشان تبعت رسالة لجسمك إنك في أمان مش في محكمة. السلاح الثالث: بدل ما تراقب نفسك بص حواليك وسمي 3 حاجات لونهم أبيض. كده انت نقلت تركيزك من سجن أفكارك للواقع، والتوتر هيبتدي يهدى. وتحدي النهاردة صعب شوية، عايزك وانت بتتكلم مع حد تبص في عينه وهو بيتكلم لمدة دقيقة. ده هيكسر حاجز كبير جواك وهيكسبك ثقة كبيرة في نفسك. لو عملت الدقيقة دي اكتب في الكومنت هلال وقلب أحمر من غير شرح، عشان نعرف إن في ناس بتتعافى بصمت، وإن في ناس أخيرا بطلت تظلم نفسها. الخوف مش عيب، العيب إنك تفضل سجين نظرة وهمية. الحلقة الجاية هنتكلم عن اضطراب ثنائي القطب. أشوفكم بكرة، وكل سنة وانتم طيبين.